الاهلي في كاس الرابطه لا فوز ولا تعادل. صلاة النبي أحسن. طبعا دي نتيجه الانديه اللي بتعتمد على لعيبه بتدخل بالواسطه او بالفلوس، لعيبه ما بتعرفش تستلم الكوره ولا حتى تسلمها. بس انا حابب اتكلم على علي معلول، اللي الناس كتير بتشكر وبتقول ان علي معلول قدم اداء كبير طبعا مع الاسيست اللي هو عمله، وبيقول لك ان هو ازاي كولر ما ياخدوش في المباراه بتاعه سان داونز. رتم مباراه سان داونز هيكون عالي جدا على علي معلول. طبعا مش تقليل من علي معلول، بس فعلا انا كنت ضد ان علي معلول يكمل بصراحه. انت واخد مكان اجنبي في القايمه، غير ان طبعا هو اسطوره، كان ممكن يطلع من الباب الكبير ان هو كده كده اتصاب والاهلي يقدم له الشكر وخلاص. علي معلول النهارده كان مفتوح شارع باسم لعيبه فاركو في الشوط الاول من ناحيه الشمال بتاعه. طبعا هتقولي الاسيست، هو عمل اسيست رائع، بس كل اللي انا عايز اقوله لك ان اي لعيب كبير ممكن وهو واقف يعمل اسيست، يباصي باصه حلوه، يرقص ترقيصه حلوه وهو واقف، انما اللياقه البدنيه مفيش. علي معلول لسه قدامه فتره كبيره عشان يرجع حتى لمستواه اذا رجع، وانا ما بقللش من علي معلول، بس دي وجهه نظري في مباراه النهارده وفي علي معلول. كان معاكم محمود الجندي، ما تنساش لايك والمتابعه، وبشكركم.